بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الخطاب قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وعمرك معناها عمرك. كلمة عمر اللي هو السن المحدد للإنسان للإقامة في الحياة، ينطق مرة عمر ومرة عمر، لكنهم في القسم اختاروا كلمة عمر. فإذا قلت لعمرك أي وحياتك إن الأمر ده حصل. ولذلك استدل أهل المعرفة على أن الله سبحانه وتعالى كما كرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حين ناداه لم يناده باسمه العالمي يا محمد يا أحمد، كما نادى كل رسله يا آدم بسلام، يا موسى يا عيسى يا إبراهيم. الله كل دي يناديهم بإيه؟ بأسمائهم، إلا سيدنا رسول الله فإنه ما ناداه إلا بقوله يا أيها الرسول يا أيها النبي. ده تكريم. وقال لك وفيه تكريم آخر، أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، إنما أمر إننا إن أقسمنا لا نقسم إلا مين؟ إلا به. إنما هو ولذلك يقسم بالملائكة، يقسم ده كويس، يقسم بخلقه، يقسم بأي حاجة، يقسم بالنباتات، يقسم بالجمادات، يقسم. هو ليه؟ لأن الذي يقسم بشيء يعرف مقدار عظمته، والذي يعرف مقدار عظمته المخلوق هو من خلقه، هو اللي يعرف. ولذلك يقول لك بيقسم بأشياء كده والنجم إذا هوى والشمس وضحاها، دي مخلوقات كلها. قال لك وانت مش عارف فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم. انا اللي بقسم بقى لان انا عارف مهمتها انما انتوا لو عرفتوا كنتوا تأيدوني في لكنكم لا تقسمون الا بي، عشان انتوا جاهلين حقائق الاشياء، فلا تقسمون الا بي وانا اقسم بما شئت. وقد اقسم الله بكل شيء في الوجود، لا أنه لم يقسم بإنسان أبدا، ولم يقسم بإنسان إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له وحياتك يا محمد إنهم في سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم، والسكرة اللي هي التخدير العقلية اللي بتحصل، ويعمهون أي يضطربون مختارين. فأخذتهم الصيحة. يبقى الأول مصبحين، ده إخبار بها قبل أن تقع، ودي بعد أن بعد أن وقع. فأخذتهم الصيحة. احنا دلوقتي لما نشوف اللي بيعلموهم الكاراتيه والجودو شوف حاجة زي كده، كل الحركات الإرهابية اللي علشان الخصم لازم تبدأ بالصياح. الصيحة كل الحركه دي ليه؟ لان الصيحه دي تعمل تعمل لبخه في الخصم، تفقد توازن الفكر. ولذلك اخذتهم الصيحه وبعدين يقول لك ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر. ومره يسماها الطاغيه، اما عادوا فاهلكوا أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية. طيب، فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق فجعلنا عاليها سافلها. انقلبت كده العالي سافل، وما دام عاليها سافلها يبقى ده انتقام يعني موجه منظم. والا لما تاخذ صيحه تجيب ده على الجنب وده الناحيه دي وده الناحيه دي، انما كلها تطلع كده وبعدين يطلع العالي سافل، ده دليل على انها بتتعمل براحتها، يعني مش مساله كده يعني، لا. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل زي بتاع الفيل،
إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسم هو الذي يدرك حقائق المستور بمكشوف المظهور. الظاهر كده ياخد منه يتوسم، يقول لك والله انا توسمت في فلان كذا، يبقى خد من الظاهر ايه؟ ما يدل على الايه؟ ولذلك يقول لك سيماهم في وجوههم. يعني انت ساعه ما تشوفهم كده تلاقي برضه بقى كانه استدلى على سيما الوجوه بما في الايه؟ تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحال. يبقى المتوسم هو الذي يدرك من المنظور المختلف. هذا المتوسم. راجل اللي كان ضاع له جمل وبعدين راح لقيم الناحيه قال له ده انا ضاع لي جمل ومش لاقيه ومش عارف كيف يكون حد سرقه ولا بتاع. وبعدين واحد جاي كده ماشي من الطريق سمع فقال له يا شيخ أجملك أعور؟ قال له نعم. قال له أجملك أبتر يعني ملوش ذنب؟ أجملك أشول يعني رجليه زك بها كده؟ قال هو جملي والله. قال إنه رأيته في الطريق. قال لا ده هو صح، وهو بيقول في الطريق عشان يروح هو اللي عارف مكانه هو اللي سرقه. القضية وقفت فالراجل قائم الحي حب يعني قال له طيب يا شيخ وما الذي أدرك إنه أعور؟ ما هو أنت لازم يعني أنت عرفت أوصاف دقيقة فيه أعور ولا له ديل وأشور رجليه بتزك يعني مسألة مش يقول إيه؟ قال له يا أخي هذا أمر بسيط والله إنني عرفته أعور لأنني وجدته يأكل من العشب الناشف من جهة ويترك العشب الأخضر من جهة أخرى فعلمت أن هذه هي الناحية التي رأى بها. يعني لو كان بيشوف بعينين الاثنين كان يروح للأخضر ده يحود عليه، إنما هو جه من ناحية الخربان. لا طيب. قال له طب وعرفت إنه أبتر ملوش ديل إزاي؟ قال له لأنه لو أن له ديل كان يبعثر بعرة، يبقى بعرة هنا كده وبعرة هنا كده وبعرة هنا كده، انما لقيتها نازله في حته واحده يبقى مالوش ديل. اهو ده متوسم بقى، يعني خد المسائل كده. قال له طب وعرفت انه يعني بيدك؟ قال له لانه لقيت الناحيه اليمين الاثر واطي والثانيه الاثر مش واطي تبرأ. ادي المتوسم. يبقى المتوسم ايه؟ ولا تعرفنهم بسيماهم. شيء ربنا يوم كده ايه؟ نعم. ان في ذلك لآية للمتوسمين. وعلى ايه؟ مش عايزه توسم ولا عايزه فراسه ولا عايزه اي حاجه، ده المساله واضحه قوي. وانها اي قريه سدوم اللي حصل لها الكلام ده لبسبيل مقيم. ده على الطريق وطريق ثابت. سبيل مقيم فيه سبيل يبقى عارض، زي واحد مثلا الدنيا كانت مسلبحه كده وواحد عمل مدق كده وده عمل مدق كده وده عمل مدق كده. انما سبيل مقيم يعني ايه؟ نعبر عنه دلوقتي مرصوف. سبيل ايه؟ يعني مساله واضحه يعني انها لبسبيل مقيم تقدروا ايه؟ وهيقول في ايه ثانيه وانكم لتمرون عليهم مصبحين. انتوا شايفينها، روحوا شوفوا القرى ايه. وانها لبسبيل ايه؟ مقيم اي ثابت. وما دام ثابت يعني الاغيار وعوامل التعريه مش ايه؟ مش هتضيعه ولا تضيعوش الا اذا كان محكم الايه؟ تكوينه محكم الرص ومحكم التثبيت. ان في ذلك لآية للمؤمنين. بعد ما يقول آية للمتوسمين يقول آية لمين؟ فكأن من حق المؤمن ان يتفحص في ادبار الاشياء ويعرف الاشياء بسماها ويبقى عنده فراسه. ولذلك يقول لك اتقوا فراسه مين؟ اتقوا فراسه فانه ينظر بنور الله. انتهينا من قصه لوط. وان كان اصحاب الايكه لظالمين. نقلنا نقله ثانيه. الايكه وبرضه مفرد لايك
والايك الشجر الملتف الكثير، لما تمشي كده تلاقي واحه فيها شجر كثير كده اسمها ايه؟ ايكه. وان كان اصحاب الايكه لظالمين بظلم فانتقمنا منه وانهما لبإمام مبين. يبقى انتقل الى قصه اخرى وهي قصه مين؟ شعيب. وشعيب ارسل الى اهل مدين والى اهل الايه؟ الايكه. اهل مدين دي بلد، والايكه دي زي ضحيه كده كانت بينهم وبين البحر وفيها الشجره الايه؟ الملتفه. راح لدول وراح لدول، ولذلك هناك قال وانها اي سدوم بتاعكم لوط، وهنا قال وانهما. يقول لك التسميه دي كانت منين؟ ده ما فيش الا اصحاب الايكه. اصحاب الايكه قال له خد كمان مين؟ مدين وياه. فانتقمنا منهم وانهما لبإمام مبين. الامام هو ما يؤتم به في الحركات والسكنات، وما يؤتم به في الفتيا، وما يؤتم به في الرأي. ويسمون الطريق المؤدي الى الغايات المختلفه اللي هي الى والى والى من ومن يسموه امام. امام ليه؟ لانه هو اللي بيدلني على الاماكن اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. طبعا له بدء وله منتهى، منتهاه من اول منه والى اخره ايه؟ وفي كل جزئيه منه من والى، كل جزئيه منه فيه ايه؟ من والى، اللي احنا بنرقمها دلوقتي بالكيلوات. وانهما يعني مدين وايه؟ واصحاب الايه؟ الايكه. لبإمام ايه؟ اي بطريق واضح. هذا الطريق الواضح يأتم به السائر ليصل الى من الى اي ايه؟ الى في داخل من الاولى والى الايه؟ الاولى. طيب وانهما لبإمام مبين. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين. برضه جايب لقطه ثانيه. واصحاب الحجر اللي هم قوم مين؟ قوم صالح. وسموا اصحاب الحجر لان كانت المقام بتاعهم في حته حجاره كلها، ولذلك كانت ايه؟ بيوتهم كلها ما تنبنيش، ينحتون من الجبال بيوتا ايه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم ايه؟ تخلدون. ولما يشوفها مدائن صالح هي بين خيبر وايه؟ وتبوك. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. طب هم راح لهم والى ثمود اخاهم صالحا، ده مرسل واحد. اما قال لك لان كل الرسل يتواردون على شيء واحد في العقائد وفي الاحكام العامه الشامله، ثم يختلف حكم في حكم عن اي بيئه في ايه؟ في بيئه. فلما يكذبوا رسول كانهم بيكذبوا كل الايه؟ يكذبوا رسول. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. قال لك احنا قلنا الآيات جمع آية، والآية هي الشيء العجيب الذي يلفت النظر. وما دام شيء عجيب يلفت النظر يبقى ربنا بيعطيه لنا آية علشان ما حدش يبقى له عذر في أن لا يرى. وقلنا ان الايات 3 انواع. ايات اوليه طرأ عليها الانسان، يعني الانسان اتخلق وجدها كده، دي الايات الكونيه. الايات الكونيه اللي النظر فيها يستدل به على وجوب واجب الوجود الخالق. وقلنا ان الانسان اذا انقطعت به الطريق، مثلا كان في طياره وقعت في صحراء ولا فيش لها ابدا اي حاجه، وبعدين غلبه كد التعب فنام، ثم استيقظ فوجد مائده منصوبه عليها اطايب الطعام واطايب الشراب بالله قبل ان ياكل، مش شايف حد قدامه، ما يفكرش مين اللي عمل العمليه دي. فكان يجب عليك ايها الانسان وقد طرأت على كون مملوء بالآيات العظيمة في الكون انك انت تشغل نفسك ايه الكون ده، ايه ازاي عمل دي، ولم يدعي احد من مثلك انه فعلها. يبقى كان يجب انه يعمل دي ولا لا؟
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وقلنا التكذيب للرسول الواحد تكذيب لكل الرسل، لأنهم إنما جاءوا بمنهج أصيلي واحد، إنما يختلفون في اختلاف الجزئيات المناسبة للبيئات التي يعيشونها. فبيئة مثلا في الأصنام يجي لهم للأصنام، بيئة تطفف الكيل والميزان يقول لهم ما تطففوش الكيل والإيه الميزان، بيئة تأتي المنكر الخاص لا يقول لهم كذا كذا. يبقى كل جزئية من الجزئيات تناسب إيه؟ مهمة الرسول تناسب هذه المهمة، ولكن هناك قدرا مشتركا بين كل الإيه؟ بين كل الرسل. ونظر لأن العالم كان قديما مبني على الانعزال، لأن وسائل المواصلات كانت الوسائل البدائية، يبقى جماعة في مكان ولا يدرون عن جماعة في مكان إيه آخر، ولذلك تعددت الداءات في الكون، كل بيئة لها إيه؟ لها داء. لكن الحق سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي يعلم أن الدنيا مقبلة على التقاء. معنى التقاء إن المسافات ستلغى بسرعة آلاف المواصلات، وما دام المسافات هتلغى يبقى الشيء اللي يحدث في أمريكا نضرب ايه النهارده، والشيء اللي يحدث هنا نضرب هم ايه. يبقى اذا ولذلك لو انت جيت تشوف داءات الشعوب تجد داءات الشعوب الان توحدت، تكاد تكون داءات ايه واحده. ليه؟ لان الالتقاء بقى ايه؟ بقى سهل. وايه؟ وسائل المواصلات اولا، والذي لا يذهب بمواصلات الى مكان تذهب اليه اخبار الاماكن الاخرى بواسطه وسائل الايه؟ وسائل الاعلام. اذا فالافات بقت ايه؟ وما دامت الافات اصبحت واحده يبقى العلاج يجي علاج واحد ولا لا؟ وما دام علاج واحد يبقى يجي رسول واحد. فهذا هو تلك هي الحكمه في ان رسول الله جاء على عموم في الزمان وعموم في المكان. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا. وقلنا إن الآيات جمع آية، والآية هي الأمر العجيب، والأمر العجيب إما أن يكون قد سبق وجودك فطرأت أنت عليه، وتلك هي الآيات الكونية. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته كذا ومن آياته كذا. وشيء من الآيات جاء إيه؟ معكم. ومن آياته منامكم بالليل واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وتأتي الآيات أي الأمور العجيبة بمعنى العلامات الدالة على صدق الرسول المبلغ للمنهج، عشان تبقى إيه؟ معجزة على أن ده جاي من عند ربنا. إيه اللي يقول لنا على أن ده صادق في البلاغ عن الله؟ أنه يصنع شيء لا نستطيع أن نصنعه مع نبوغنا في الناحية التي جاء منها، ويتحدانا. ومعنى يتحدانا يعني يهيج فينا غرائز العناد. يمكن لو ما تحداش يقولوا ما هو الله واحنا سمعناه، لا انما لا ده تحدى الفتوى يطلع مثلا، يبقى ما حدش يقدر يقول ايه اي حاجه. وبعد ذلك وتطلق الايات ايضا على الاشياء اللي حمل المنهج اللي احنا بنسميها ايات الايه؟ ايات القران. يبقى ايات كونيه وايات اعجازيه وايات قرانيه تحمل الايه؟ المنهج. قوله وآتيناهم آياتنا كلها كلها فكانوا عنها معرضين. فإن أعرضوا عن آيات الكون بحثا في وجود من كون الكون يبقوا دول المشركين والكفرة وإن أعرضوا عن آيات الرسل المعجزات يبقوا دول اللي كذبوا الإيه؟ الرسل. وإن أعرضوا عن آيات الأحكام يبقوا دول العاصين. يبقى وآتيناهم آياتنا تدل على عموم الإتيان للآيات، فكانوا عنها معرضين. كونوا عنها معرضين ما هو الإعراض؟ أن تعطي الشيء عرضك كده، ما تقبلش على الشيء. ولذلك أعرض ونأى بجانبه. أعرض ونأى بإيه؟ بجانبه. وكأن ربنا بيقول لك لا ما تأردش عن دي، أنت لازم تقبل عليها. ليه تقبل عليها؟ قال لي لأنك الإقبال عليها هتفكر في خلقتها في صناعتها فتؤمن بإله، تفكر في انها دي جايه من حاجه ما نقدرش عليها تقوم تؤمن بالايه؟ برسول. تفكر في حكمتها، حكمه الطاعه تقوم تلاقي لها ايه؟ حكمه. انما لو خدت المسائل سطحيه كده ما انتش هتنتهي الى ايه؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من آية
السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. امال يا رب ماذا تريد منا؟ ان لا تعرض عن آية من آيات الله وان كانت آية بسيطة. ليه؟ لانك لو امعنت فيها ربما استنبطت فيها شيء ينفعك ويريحك ويسعدك. كل الاختراعات احنا قلنا زمان لو نظرنا الى كل اختراعات اللي حدثت في الكون واستنباط اسرار الله في الوجود لوجدتها نتيجه لايه؟ للاعراض ولا للاقبال؟ نتيجه للاقبال. شيء ظاهره بسيطه. احنا قلنا الراجل اللي عمل عصر البخار، عصر البخار ايه يعني اللي خلاه؟ طب ما كان قاعد على قدر شايف القدر كده عمال بيغلي والغطا عمال بينشال ففكر قال لا طب والغطا ايه اللي بيشيله كده؟ فشاف طلع بخار، شال الغطا لقى بخار ايه؟ كتير. الله اذا البخار له قوه بتدفع الايه؟ طب والبخار ده جاي منين؟ إيه؟ هو جاي من الميه. طب وايه اللي جاب له القوه دي؟ قال لك ما هو لما كان سائل ياخد حجم بسيط، لما يبقى غاز بخار ياخد حجم ايه؟ اكتر. شويه ميه قد كده يملوا بخار قد كده. الله طب ولما يعملوا كده قام قال لك البخار الحيز ده بده يتنفس، اللي احنا بنسميه ايه؟ يتنفس. معنى يتنفس انا عايز له حيز ثابت، عايز له حيز لان الحيز ايه؟ اتملت. فقال لك طب ما انا اخد القوه دي واعملها واحرك بقى العجلات واعمل مش عارف ايه. يبقى ايه؟ ايه بالكون ما اعرضش عنها نفعتنا ايه؟ نفعتنا كثيرا. واللي جه تحت الحجر اللي بده تعتعه كده جاءت حته خشبه تحته والخشبه لها شكل خاص، ام لما جه يزقه بقى سهل. الله طب انا كنت بزق الحجر مثلا بيبقى صعب عليا ولا اقدرش ازقه، ايه اللي عمله؟ بعدين بص لقى حته ايه؟ خشبه تحته كده. الخشبه بتعمل زي الايه؟ زي العجله. ففكر في العجله، شوف العجله عملت ايه؟ كان الواحد قصارى ما يحمل اردب من الايه؟ من القلب. وبعدين لما اخترع العجله واكتشفت ايه بقى؟ يحط على العربيه كم ايه؟ 20 اردب ويروح دقيقها كده تمشي ولا مش تمشي. يبقى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الله يقول آياتي في الكون آيات باهرة عظيمة، فإياك أن تمر على آية دون أن تلتفت إليها إيه؟ لفتة لتعلم السر الذي تعطيك في أشياء تسعدك أو إيه؟ وتغنيك. وإذا كان هذا أمر في الكونيات يبقى برضه لو أنت تأملت في الآيات اللي ربنا جايبها لك في الاحكام افعل كذا وافعل كذا برضه هتلاقي فيها حاجات من دي. فانت مثلا يجي الغني يقول لك ده هياخد مني فلوس عشان يديها للفقير، يقول له انت ما تبصش للسلب منك ولكن بص الى انك من الاغيار. ومعنى من الاغيار انت قوي الان تعمل وتكد ويبقى عندك فلوس. ما دمت من الاغيار قد تضعف، وما دام تضعف ما تقدرش تكد، وما دام ما تقدرش تكد يبقى ما عندكش فلوس. يبقى هنجيب لك من اللي قادر. يبقى أنا حين أمرتك بشيء أمرت غيرك بمثله لك في حاله. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. الواحد لما يجيب مثلا طوب لبن ولا طوب مش عارف أجر يعني مطبوخ ولا يجيب مسلح، كل ما يرد كده يأمن. كل ما ان كان قاعد في عش بيبص كده يبقى امنه قليل، ان كان قاعد في خناقه امنه قليل، ان كانت مبنيه بالاجور كده يسكن الواحد مش عارف ايه. يبقى اذا امن النفس الانسانيه في سكنها واستقرارها بينشا من ايه؟ من قوه الشيء اللي بيحوطه. فاذا كانوا دول جايين في الجبل وعاملين ايه؟ عاملين بيوت، يبقى معناها يبقوا امنين ولا مش امنين؟ يبقوا امنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فأخذتهم الصيحة. طب أخذتهم الصيحة، الصيحة اللي جاية من ربنا اللي خلق الجبل. تبقى ما تقوليش جبل بقى، أنت بتحتاط بجبليتك ولا بمسلحك عن مين؟ عن قوى البشر اللي زيك تمام. إنما حين تجيئك الأحداث التي تعكر أمنك من فوق يبقى ده كله من فأخذتهم الصيحة مصبحين برضه. شوف آيات لنا هنا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما أغنتش عنهم الجبال ولا الحصون ولا
وبالعكس مش في امراض نقول له ولا هنيجي ناحيه الحصن بتاعك يا شيخ، خلي حصنك زي ما لا اله الا الله. يدرككم الموت وايه في بروج مشيده، ادي هيدرك الموت. يبقى انت ان احتطت من حاجه من مثلك القدره والقوه، ما انت هتحتط من مين؟ من الشيء. نعم. وهناك ايه؟ لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. مش هو اللي يجي لك في البروج، لا يا سيدي انت اللي تطلع له، انت اللي ايه؟ اللي تطلع له. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وبعدين انتقل الى الايات بقى الكونيه بقى. قال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. قال لك يعني ايه بالحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا تعتبره الاغيار. وما دام لا ما تجيلوش الاغيار لانه ايه؟ لانه ثابت، يبقى خد النظام في السماء والارض والاشياء اللي مالكش دخل فيها تجدها ايه؟ منضبطه انضباط لا يتغير. ليه؟ لان انت يا صاحب الاغيار ليس لك معها اختيار. اذا ان جاء فساد في الكون يبقى فساد في القمه العليا، النواميس العليا، ولا في الامور اللي لك فيها داخل؟ للامور اللي لك فيها داخل. ولذلك قلنا اذا شكت الدنيا من ازمات، يقول لك انفجار سكاني ومش عارف، والناس مش لاقيه قوت، والناس مش عارف ايه، نقول له بص لك كده، شوف المتاعب اللي جايه لك من اشياء انت لك فيها دخل، والاشياء اللي مالكش فيها دخل على استقامتها. الشمس بتطلع زي ما هي ولا ما بتطلعش، والمطر والقمر والنجوم والزمن مضبوط، وكل حاجه بايه؟ بدقه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا يقول ان اردتم ان تستقيم لكم اموركم الجزئيه الادنى فانظروا لما استقامت الامور الكليه العليا. الامور الكليه العليا استقامت ليه؟ لان مالكش فيها داخل. طب ما تخلي حركه الحياه مالكش فيها داخل. قال الله وانا اقعد كده بترطور؟ قال لك لا، هو ربنا تدخل في كل حركه حياتك؟ ده تدخل في بعض حركات الحياه اللي يتاتى منها الفساد. طب بالله يقول لي كم امر وكم نهي كده في الدين، والباقي لا فيه لا امر ولا نهي، وما لم يرد فيه امر ونهي فهو على ايه؟ على مطلق الاباحه، ان فعلت ما يفسدش الكون ولا اي حاجه. فاذا انت لو صدقت اوامر الحق تفعل ولا تفعل لاستقامت لك الامور الدنيا كما استقامت لك الامور العليا التي لا دخل لك فيها. احنا قلنا زمان ان الانسان الاقتياس بتاعه عايز طعام وعايز شراب وعايز هواء، مش كده؟ دي مقومات الحياه. طيب الطعام لنا في عمل وبنحرط وبنعمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ادي واحده. والشراب ملناش فيه عمل لانه بينزل لنا كده وناخده من المجرى، وان عملنا في حاجه نحجزه بشويه انابيب ولا شويه اسطوانات ولا شويه بتاع ده اسمها خزانات ولا بتاع، انما عملنا فيه اقل من عملنا في الطعام والشراب. في الطعام ولا لا؟ اقل. طب والهواء لنا عمل فيه؟ ولذلك ما شكى الناس ازمه هواء، وقليل ان يشكو الناس ازمه ماء، لان عمل الانسان فيها ايه؟ قليل. انما الازمه اللي بيشتكيها ازمه ايه؟ الطعام. ليه؟ لانه مترتب عليها اشياء، تكفح في الارض وتفلح وتعمل ومش عارف ايه. ان كسلت ادي واحده، ما كسلتش وخدته وكانت ايه؟ تعبك خدته لنفسك، يبقى ادي فيه نوع من الايه؟ من الظلم. يبقى اللي ليك دخل فيه تتاتى فيه المتاعب على قدر ايه؟ تدخلك. ولذلك ابتدى الهوى تيجي فيه متاعب. ليه؟ لانك انت بدات تتدخل في انك انت تفسد البيئه. النفايات والمش عارف والعدم بتاع السيارات واللل انت اللي بقى دخلت. لو ما كانش دخلت كان فطريه المساله ايه؟ مساله فطريه. ولذلك احنا قلنا زمان انت عمرك مثلا شفت حمارين ماشيين قبل بعض كده واصطدموا ببعض وموتوا اللي راكبين عليهم؟ ما حصلش ابدا.
ليه؟ ده محكوم بالغريزه كده وحاجه طبيعيه وحاجه مش عارف ايه. انما دلوقتي هم ايه؟ شكوا تلوث الهواء وبيشتكوا دلوقتي تلوث الايه؟ تلوث الماء. نروح امريكا نلاقي بحيرات لا حصر لها ونقول يا سلام ما اسعد هذه البلاد بكثره البحيرات العذبه دي اللي نازله من الجبال. انما نلاقي يبقى اوعى تشرب من الميه، اوعى تاكل من السمك بتاع دي. ليه يا سيدي؟ الناس بترمي فيه الفضلات والفضلات وتسممت. يبقى احنا اللي افسدناها ولا لا؟ احنا اللي افسدناها. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ولذلك اقرا ان شئت قول الله سبحانه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. ان كنتم عايزين اموركم تبقى كويسه ما تبقوش الميزان جيد اهي فتستقيم لكم الامور تمام وتبقوا كويسين. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه. ما تفتكروش انكم انتوا هتنشغلوا بقى كده وخلاص ونفدتوا من ربنا وهتاخدوا نعم بتاعه وتتكونوا. لا، وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل. ان فاتوا منا مش هيفوتوا منا في الاخره. ولذلك قلنا سابقا قول الله سبحانه وتعالى فإما نذهبن بك فإنا إيه منهم أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يعني هيشوفهم سواء كنت هتشوف أنت أو يجي بعدين. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. احنا قلنا الصفح الجميل حتى اللي ما معاش عتاب، اللي ما معاش ايه في هجر جميل وصبر جميل وصفح ايه وصفح جميل. ان ربك هو الخلاق العليم. ان ربك قال لك ايوه جاب الصفه جاب الاسم اللي منه خلق من عدم وامد من عدم. قيوميه الربوبيه. اصل الالوهيه تطلب تكليفا تعبده به، يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. انما الربوبيه عطاء اول الامر كده، لانه هو اللي مربيك واللي استدعاك في الكون مربيك. ان ربك هو الخلاق العليم. كلمه ربك دي معناه انك انت ان اصابك شيء بسبب دعوتك وبسبب كنوز القوم امامك ووقفهم وعدائهم فانا ربك. انا ايه؟ انا ربك. والرب هو الذي يتولى التربيه للشيء الى ما يعطيه مناطق الكمال. والمساله مش دنيا وبس، المساله فيه ايه؟ فيه شيء اخر. ان ربك هو الخلاق. الخلاق مبالغه في الخلق، مبالغه في الخلق. قال لك ازاي؟ احنا قلنا زمان انك ساعه تجد وصفا مجموعا الله جعل نفسه فيه مع عباده تفهم ان الجهه منفكه. لما قلنا ايه خير الرازقين يبقى هو رازق ايه؟ واللي بيقدم لك برضه الاكل والشرب والطعام رازق، بس هو ايه؟ خير. ليه؟ قال لك لانك انت بترزق من موجود وهو اداك رزق من معدوم، وانت بتدي لنفسك ولمحيطك وهو يدي لكل الخلق، وهو بيدي كل صنعه وكل شيء مخلوق وكل واحد بيعمل حاجه لوحده. يبقى خلاق امتداد الصفه في كل ما يمكن ان يخلق. وان كان في واحد بيعمل كوبايات غير اللي بيعمل كراسي غير اللي بيعمل لمض غير اللي بيعمل رخام، يخلق حاجه يعني واحده. انما هو خلاق يعني ايه؟ هو اللي عامل دي وعامل دي وعامل دي وعامل دي. ليه؟ قال لي لانه هو الذي اعد الماده اللي بتتفاعل معها، ادي واحده، واعد العقل الذي يخطط، واعد الطاقه التي تفعل. يبقى انت ليه عمليتك في الخلق ايه؟ توليد. ومع ذلك ما خلقت زيه.
بل خلقت شيئا كما قلنا سابقا يجمد عند تكوينك له. عملت معلقه يا هتعملها بتاعه شاي ولا بتاعه شوربه ولا بتاعه غريب كبيره وتفضل على كده. انما هو ما يفضلش على كده، هو بس يخلق من الصنف حاجه وحاجه ذكر وانثى ويقول لهم يلا شوفوا شغلكم بقى وطلعوا بقى انما انت ما تقدرش تعمل. يبقى خلاق ولا مش خلاق؟ يبقى خلاق. ان ربك هو الخلاق العليم. وان وجد خلاق اي موجد لصناعات البشر يوجد منها خلاقين يعملوا صناعات. أم قال لك لان قد يفقدوا العلم، لانه يعمل حاجه النهارده ويجي واحد سنه ذكى عنه يقول والله ده فتك اللي مش عارف ايه ده زود الحته دي. الله، يبقى ليه؟ لانك انت بتعمل على قد علمك، وبعدين يجي واحد اعلم ايه منه وبعدين يقول وفوق كل ذي علم عليه. يبقى ده يتكلم وده ولذلك الصناعات البشريه اللي بتتحضر وبتترقى دي بتتحضر ازاي؟ طب انت شوف الغساله اول ما كانت موجوده، اول ما اتوجدت، بعد ما كانوا بيقعدوا على الطش ويقعدوا يقروا ايديهم، وبعدين شوفها الاول لو رحت ديترويت في امريكا تقوم تشوف الصناعه وازاي ارتقت، مكن الخياطه ازاي ارتقى، الغساله ازاي ارتقت، العربيه ازاي ارتقت. الارتقاء معناها ايه؟ ان اللي جه بعدين اعلم من الايه؟ من الاولاني، وقعد كل يوم ايه؟ يزود 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 يزود. لان اذا جهل شيئا غيره علمه، لكن ربنا خلقه ايه؟ وعليم. انا قلنا زمان عشان تفرق بين الاثنين قلنا عادم السيارات بتاعه الخلق خلق وسيله مواصلات هي السياره. العادم ضار ولا مش ضار؟ وعادم الحيوانات التي خلقها الله لنركبها نافع، بناخده نسمد دي ونهيص. وقال ايه؟ يجيبوا ناس الستات يلموه بايديهم كده ويحطوه عشان يعملوا منه وقود ويعملوا منه سماد ويعملوا منه مش عارف ايه ويعملوا منه. لكن عادم السيارات يتعب ولا لا؟ اهو لان ده خلاك ايه؟ عليه. ودوكا بس قال انا عايز اجيب حاجه تخفف عليا مؤونه الحمل والمواصلات، انما ما شافش هتعمل ضرر في ايه؟ شافش هتعمل اللي جاب التلفزيون واداله الضوء واداله الاشعاع ومش عارف، ما عرفش هيعمل في عينين العيال ايه؟ هو بس ادى الحاجه اللي هو عايزها وقتيه، وبعدين اللي بيسموها الاضرار الايه؟ الاضرار الجانبيه. الاضرار الجانبيه دي تنشا من ايه؟ من انه علم شيئا وغابت عنه اشياء. ان ربك هو الخلاق العليم. كلمه عليم غير عالم. عالم فيه تفاوت، انما عليم. ولذلك قال وفوق كل ذي علم. ذي يعني صاحب علم، يبقى فيه ذاته في ايه؟ صفه. انما كلمه عليم الصفه في الفعل ذاتيه. وتسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول انا ربك وعملت كذا وعملت كذا وعوضتك عن كل ما يمكن ان يصيبك من اذى وضيق نفس واضطهاد، ولقد علمت انه لا يحزنك كذا ويحزنك كذا. ده بزياده انني اتيتك ايه؟ ولقد اتيناك 7 من المثاني والقران العظيم. ده بزياده عليك دي، بزياده عليك انني اتيتك ايه؟ 7 المثاني واديتك القران الايه؟ العظيم. اديتك صفتي وجعلتها معجزه ليك. معجزه ليك يعني من كلامي من ذاتي. يبقى انت عايز احسن من كده ايه؟ قال لك لان القران فيه كمالات الحق، وكمالات الحق كلها لا تنتهي. فاذا كنت انا قد اعطيت لك الكمالات اللي تنتهي تقوم تقول لي وبعد ذلك بتحمل انا عنك كل حاجه. قد نعلمه ايه؟ ادي واحده. وقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. احنا نعلم ان بيحزنك لما يقولوا ساحر، يقولوا كذاب، يقولوا مش عارف مجنون. انا عارف. فاطمئن يا محمد، انت صادق عندهم وما انتش كذاب عندهم. المساله مش اللي عليك انت، ده عليا انا. يقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. انت صادق ما يقدرش يقولوا حاجه، انه ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى انا قالها فين؟ عنده هو. وانت حد يقدر يقول عليك حاجه من دي؟
ولقد آتيناك 7 من المثاني. احنا قلنا المثاني اللي اختاروا فيها وانتهوا الى انها ايه؟ مثاني يعني تسنى، ولا يسنى في الصلاة الا فاتحة الايه؟ الا فاتحة الكتاب. طيب بقول لك ايه؟ طب 7 من المثاني والقرآن، طب ما هي 7 المثاني من الايه؟ من القرآن، ده بيسموها فاتحة القرآن. فاتحة القرآن اسمها فاتحة الكتاب. أم قال لك يبقى الكتاب شيء وفتحة الايه؟ الكتاب شيء، ولا يفتتح الا بشيء من الايه؟ نعم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. شوف بقى اللي بيصف ربنا بالعظمة بقى. أنت ساعة تصف شيئا بالعظمة لأنه راقك في نواحي اقتدارك على الحكم على الأشياء. ويمكن يبقى عظيم عند الولد الصغير وبعدين الراجل الكبير ما يبقاش عظيم عنده. العالم بالمسألة ما يبقاش عظيم عنده. الله، إذا الذي يحكم بالعظمة بيحكم بالعظمة على مقاييس العظمة عنده. فإذا كانت العظمة بمقاييس الله تبقى ما فيش بقى. ولذلك حين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، هو عظيم ايه؟ هو انا اللي بقول عظيم؟ ده هو اللي بيقول عظيم. تبقى العظمه بمقاييس مين؟ بالمقاييس العليا، بالمقاييس العليا. وما دام اعطى لك 7 المثاني والقران العظيم دي، اوعى تبص لحد اعطي. من اعطي القران فظن ان غيره اعطي خيرا منه فقد هون ما عظمه الله. ايه يعني؟ إيه؟ مهما كان هياخد ايه يعني؟ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. كل اللي واخدينه ده ايه؟ ولا تحزن عليهم. شوف فيه فرق، شوف كرم الرسول تكريم، كأن الرسول لا يحزن منهم، لأن الحزن من الشيء يبقى أمر متعلق بالذات، ورسول الله لم يغضب لذاته أبدا. وإن كان قد حزن فقد حزن عليهم لأنه كان يحب أن يكونوا مهديين ينتفعون بما ينتفع به المؤمنون. ولذلك حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لعلك باخع نفسك. طب وليه اللي مالك ايه؟ ده عشان كنت ما نفسي تبقوا كويسين. والى لقاء اخر ان شاء الله.